سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وفي صحه جيده. قبل ما نبداو صلوا كامل على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم حبيباتي راح نحضروا مع بعض هذا الحلوى، هذه بزاف هايله، مكوناتها بسيطه ومن داخل حشوتها بزاف بنينه. زيد تذوب في الفم. شوفوا البنات، يعني واحد القوام روعه. تابعوا معايا الفيديو الاخير باه تكتشفوا الوصفه. اول شيء هنا البنات بسم الله، عندي هنايا 250 غرام تاع زبده تكون بحراره المطبخ، يعني تكون طريه. راح نزيد عليها غير 2 مغارف ولا مغرفه ونص تاع سكر بودره. هكذا راح نجيب هنايا الباتير ونبدا هنايا نخلط مليح هذيك الزبده مع السكر حتى نتحصلوا على قوام كريمي. هذه الخطوه الاولى. نزيد عليهم هنا البنات ربع كاس تاع الزيت، راح نضيفه بشويه هكذا ونكمل نخلط هذيك المكونات كامل مع بعض. حلوه هذه سهله وبسيطه، يعني تحضريها ليه. غنزيد لها هنايا الفاني، يعني هنايا كل ما نحط يعني نزيد حاجه راح نعاود ندخلها مليح بالباتير. كما تقدري ديريها غير بيديك، يعني اللي ما عندهاش الباتير تقدر تخدم كلش بيديها. هنا البنات رايحه نضيف عليها علبه ياغورت طبيعي. الحلوى تاعنا هذه تجي خفيفه، تجي طريه بزاف، هشيشه روعه. راح نخلط مليح علبه الياغورت هذيك معاهم. كما شفتوا البنات هنايا اللي ما يحبش السكر بزاف تقدري ديري غير ملعقه واحده تاع سكر، كما تقدري تستغني عليه، لانه رانا رايحين من بعد نرمدوها في السكر. هنايا زدت لها يعني مبشور تاع حبه ليمون هكذا، رايحه نحيل هذاك القشور تاعها كامل بهذا الشكل هكذا. هنا البنات الليمون راح يعطيها واحد الذوق، واحد المذاق رائع، تجي فيها ريحه الليمون هذيك روعه. وهنايا الحلوى هذه البنات يعني راح توجديها في 10 دقائق، ما تاخذش معك وقت بزاف. هكذا انا كملت. هنايا رايحه نزيد ندخل هذاك مبشور الليمون هذا كامل في الكريمه نتاعي. وهنايا رايحه نتوقف، رايحه نحي الباتير ونبدا هنايا بيديا نخدم. عندي هنايا كذلك عصره تاع حبه تاع ليمون صغيره، زدت لها العصير تاع الليمون. كما قلت لكم رانا درنا نكهه الليمون، يجي واحد المذاق هايل. وهنا راح نبدا نضيف الفرينه. البنات الحلوى تاعنا هذه ما فيهاش خميره، راح ندير الفرينه راح نزيدها بالتدريج غير بشويه، وتكون الفرينه تاعي منخوله هكذا. راح ننخلها هكذا، انا درت 2 كيسان ورايحه ندير بالتدريج. البنات انا هنايا درت 3 كيسان، وهذا راه الرابعه راني درت منه غير شويه. هذا النص 3 كيسان ونص، النص درت منه غير شوي. ونبدا نلم بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه. ما نيبش العجينه نتاعي، ديما نقولها لكم نخلي العجينه نتاعي طريه هكذا. نهبط هذوك الجوانب كامل باه نتحصل على عجينه قوام تاعها يعني مليح هكذا. شوفوا البنات يعني العجينه نتاعي كيف راهي طريه وراهي مليحه صحيح. هنايا راح نخليها على جنب هكذا، نغطيها ولا نخليها على جنب ونحضروا الحشوه نتاعنا. بالنسبه للبنات للحشوه هنا واش قلت لكم، انا عندي هنا الحشوه اختياري. عندي جوز الهند، انا قسمته على نصفين جوز الهند. وعندي ها هنا البنات هذا ثاني جوز الهند، درت 2 جوز الهند. وحده راح نديرها مربى، تقدروا ديروا نتوما مربى الفراوله. انا هنا البنات درت له غير ملون، مربى الفراوله باه يجي اللون هذاك احمر من الداخل، الحشوه تاعي تجي حمراء. وعندي مربى العادي راح نديرو كذلك على جوز الهند هكذا، ندير كميه فقط هكذا. ونبدا نلم هذاك جوز الهند هذاك تاعي ولا نوات كوكو تاعي بالعقل حتى نتحصل على حشوه تاعي ما تكونش طالقه روحها بزاف وما تكونش ناشفه بزاف، مليحه برك هكذا. ما نخليهاش جاريه بزاف ما تسيحليش من بعد في الفرن. نلمهم مليح. وعندي هنا البنات كاوكاو محمص ومرحي، انا كنت قليته من قبل ورحيته هكذا، ما نرطبوهش بزاف، خليو شويه ديك الحبيبات كما تاع البقلاوه البنات هكذا باه نحسوا بهذيك الحشوه والقرمشه هذيك من الداخل. وهنايا راح نخلطهم مليح، ندخل مليح هذاك المربى في جوز الهند
كامل هكذا نلمهم مليح. شوفوا البنات الحشوه نتاعي كيف راهي. وهنايا كذلك بالنسبه للكاوكاو. ونروح نحط على الحشوه تاعي على جنب ونبدا نخدم مباشره. راح نقسم العجينه نتاعي على زوج وندير هنايا قطعه تاع بلاستيك هكذا كما راكم تشوفوا، كيس بلاستيكي ولا كيس غذائي هكذا، ونبدا نحل العجينه نتاعي. راح تتحل معايا بكل سهوله كما تقدري ديريها على ورق الطهي هكذا. مش راح تعبك. راح نفتح هنا البنات العجينه نتاعنا ما نرقوهاش، يعني راح نديرها تقريبا نصف 1 سنتيمتر. ومن بعد هنا البنات نجيب مول دائري هكذا ونبدا ندير دوائر بهذا الشكل. راح نقطع العجينه نتاعي كامل، نحي هذوك السوائد هكذا. هنايا البنات يعني يجي العمل تاعك سهل بزاف بزاف. ومن بعد هنايا نجيب هكذا نبدا نحط كميه من الحشوه هذيك. انا راح ندير شويه من هذه جوز الهند هذه بمربى المشمش، نحط كميه فقط ما نكثروش بزاف باه من بعد يعني تتغلق معنا العجينه وما تسيحليش وتفيض لي في الفرن. يعني كي ندخلها في الفرن ما تسيحليش هيك الحشوه نتاعي لداخل. ندير ثاني هنايا من هذه اللي لونتها كما قلت لكم لون احمر، جوز الهند بمربى هذا اللي باللون الاحمر، مربى الفراوله كما قلت لكم البنات. يعني اذا كان عندك تقدري ديريها. وهذه هنايا درتها بالكاوكاو، يعني صدقوني تجي هذا الحشوه هذه من داخل من بعد بنه هايله هكذا. وراح نسكر العجينه نتاعي كما راكم تشوفوا. نطبق العجينه نتاعي على زوج هكذا، نغلقها هذيك، نغلق على الحشوه هذيك، نضغط عليها بصباعي هكذا بالاطراف الاصابع، ونبدا نسكر الحبات تاعي مليح. تابعوا معايا البنات مليح، يعني لازم نضغط على العجينه نتاعي مليح هكذا باطراف الاصابع باه تسكر لي على هذيك الحشوه. من بعد يعني ما تسيحش معايا. هاي البنات. ومن بعد ندير براحه اليد هكذا، راح نسقم هذيك الحبه تاعي كامل يعني باه تجي الشكل تاعها مليح. شوفوا البنات هنايا كيف نشكل الحبه تاعي، براحه اليد هكذا ما نضغطش عليها بزاف. ونبدا نشكل العجينه نتاعي، نسقم لها هذوك الحواف كامل ونحطها في الصينيه تاع الفرن بنفس الطريقه. راح نزيد هكذا نسكر على ديك الحشوه مليح، نضغط عليها مليح على اطراف هذوك تاع الحواشي هذو تاع العجينه، نضغط عليهم مليح باطراف الاصابع هكذا، نغلقها مليح. ومن بعد براحه اليد هكذا، شوفوا البنات بالكف تاعي يدي هكذا نبدا نسقم في العجينه نتاعي باه تاخذ لي الشكل اللي نحوس عليه. هاي البنات هنايا راح ندير الحبات تاعي، لازم يجيو الحبات تاعي كامل كيف كيف، يجيو متقونين ويجيو كانه درتيهم بالمول. هاي البنات هنايا البنات راح نكمل الحبات تاوعي كامل بنفس الطريقه، يعني راكم شفتوا معايا كيفاه شكلتهم هكذا. ومن بعد هنايا البنات راح نستفهم كامل في المول. راح نكمل العجينه نتاعي نعاود نحل. وهذه هي البنات العجينه نتاعي راح ندخلها الفرن على 180 درجه من 15 حتى ل 20 دقيقه، ما تاخذش وقت بزاف، تشعلي لها من الفوق تاخذ تحميره وتنحيها. شوفوا البنات انا هنايا بعد ما طابت لي وتحمرت لي مليح، انا هنايا جبت شويه تاع المزهر وزدت له هنايا عصير تاع ليمون كيما راكم تشوفوا معايا، حبه قارص عصرتها في هذاك مزهر. ونبدا هنايا نحط الحبه تاوعي نشمخهم برك في مزهر، نقطرهم مليح ونحطهم في السكر بودر ولا سكر كلاصي هكذا. راح نرمدهم مليح هكذا كيما راكم تشوفوا، نضغط عليهم مليح هكذا بهذاك السكر يتهز معايا، يعني تغلف الحبه تاعي مليح هكذا البنات. يعني نضغط ضغطه خفيفه برك يعني بما تكسرش معايا الحبه. وزيد هنايا البنات كي تحطوه في مزهر هكذا ما نطولوش بزاف بما تشمخش معايا الحبه، نديروا 1 دقيقه هكذا ولا ميم با. ومن بعد نقطروا بالفرشيطه مليح ونبغوا مليح بالسكر، يعني نرمدوه مليح في السكر. وهذه البنات يعني لمسه اخيره هكذا باه تجي الحبه تاعك مفينيه مليح وتجي يعني كيما نقولوا مغلفه مليح بالسكر، ويجيو الحبات تاعك كامل كيف كيف. هذه هي هكذا. انا رايحه نعاود عليهم كامل هكذا رشيت بالسكر. وهذا هو والله هذه هي الحلوى تاعنا تاع نهار اليوم حبيباتي. رايحه نحطها في صحن التقديم ونشوفوها في الاخير. يعني الحلوى هذه كما شفتوا وجدناها ليه ما خذتش معنا وقت.
هذه يا حبيبتي حلوتنا تاع نهار اليوم. الحلوة هذه بسيطة سهلة ويعني اقتصادية، تقدر تقول لي اقتصادية، ما فيها لا بيض لا والو، خاصة اللي ما يحبوش البيض في الحلويات. روعة يا البنات. راح نقسم امامكم هنايا وتشوفوها بعينيكم، يعني جات روعة، جات خفيفة، جات هشيشة، يعني تذوب في الفم. تعرفوا البنات هذيك الحلوه ديك تاع كي نقولوا له بوسوا ولا تمسوا، هكذاك جات خفيفه، جات هشيشه، والبنه نتاعها ما عندي ما نقول لكم، خاصه ديك الحشوه البنات من داخل. شوفوا البنات راح نقرب لكم، جات روعه. شوفوا هنا ما شاء الله. هذه هي البنات الحلوة تاعنا، اقتصادية سهلة بسيطة، توجديها في 10 دقائق. تقدر ديريها هكذا لقهوة العشية، الفطور تاع الصباح، تفرحي بها وليداتك وعائلتك، كما تقدر ديريها ضيوفك والله للأعياد والمناسبات. بزاف بزاف هايلة. في الاخير حبيباتي ما تنسوش هنايا ديروا لي جيم واشتراك. تعرفوا راني نتعب بزاف بزاف باه نحط لكم هكذا فيديو في المونتاج في التصوير، وكيما نلقاش يعني تفاعل هكذا والله غير البنات غير نفشل. المهم حبيباتي نتهلاو وفرحوني بكومونتير زين كيما نتوما حبيباتي. واذا كنتي اول مره تزوري قناتي حبيبتي ما تنسيش ديري لي جيم واشتراك وتفعلي زر الجرس توصلك كامل وصفاتي. مع السلامه، الى الملتقى.